الموتوسيكل مرة واحدة بطاريته فصلت. النور شغال بس مفيش معاه مارش ولا كلاكس. قلت ابص على البطارية والوصلات، لقيت البطارية طرف الموجب مملح بشكل جامد اوي، يعني عليه كمية ملح رهيبة. طبعا هو في الغالب كده 95% البطارية باظت. بس قلت ايه، هعمل محاولة كده ونشوفوا ايه هتجيب، يعني يمكن تكون لسه فيها امل. عليت البنزين شوية عشان تدور معايا منافيلا بسهولة، وكان ما تبطلش مني وانا ماشي. جربت النور وواضح انه شغال تمام، مفيش اي حاجة. وواضح ان الملف يعني بيطلع شحن مظبوط، مش مشكلة. المشكلة في البطارية مش في الملف. جبت مية سخنة وقلت يمكن الملح عامل عازل ما بين النشاط بتاع الكهرباء بتاع البطارية والسلك. يمكن هو ده اللي منع البطارية ان هي تشحن. نضفته كويس وقلت همشي بيه كده يوم كامل ونشوفه هتقبل شحن ولا لا. دي البطارية اللي كانت قبل اللي راكبة في الموتوسيكل. قلت اشيلها اخليها موجودة لما اجي ايه اغير البطارية والبطارية تبوظ، ابيع الاتنين مع بعض بحيث ان ايه تخف سعر البطارية الجديدة. اخدت مشوار كبير بالمكنة على امل ان البطارية تشحن، بس للاسف برضك ما شحنتش. ففي الغالب كده خلاص بقى البطارية كده شيعت. هي اصلا لما القطب الموجب بيبقى عليه املاح كده بيبقى ناتج من ان ابخرة الحامض اللي جوه في البطارية اتبخر وبدأ يتكثف على القطب الموجب فبيعمل الاملاح ديت. هتقول لي طب احتمال تكون البلاطه. لا، هي مش البلاطه اصلا. البطاريه دي كنت واخدها من حوالي 5 شهور او 6 شهور. كانت البطاريه القديمه بتاعتي باظت وركنتها، وكان واحد جايب بطاريه جديده والبطاريه القديمه اللي معايا لسه فيها نفس يعني، فخدتها منه ب 100 جنيه. فانا هاخد بقى البطاريه دي والبطاريه القديمه واروح للراجل اخد منه بطاريه جديده وابيع له الاثنين القدام واجيب بلاطه شحن بالمره، وربنا يسهل. انا متهيألي تمن البطاريه ب 500 600 حاجه زي كده. هروح اشوف سعرها كام واقول لكم عملت ايه. رحت لواحد بتاع قطع غيار. انا بحب قبل ما اروح للي انا بتعامل معاه اروح لواحد تاني اشوف الاسعار ايه. فرحت لواحد تاني قال لي البطاريه عامله 630 وهياخد مني البطاريه القديمه ب 50. المهم ايه، سبته ورحت للراجل اللي انا بتعامل معاه. قال لي هياخد البطاريه هيديها لي ب 600، و اسمه ده هياخد القديمه واحده ب 100 وواحده ب 80، عشان هو يعني في واحده اللي هي بتتبدل دي ب 100 والتانيه ب 100. المهم اتكيت عليه شويه، خد الاثنين كل واحده ب 100، وخدت منه بلاطه شحن ب 150، وخدت منه فيوز كمان. خدت منه فيوز سوق البيعه. بصوا الحاجه دي البطاريه. طبعا الناس هتقول لي النوع ومش النوع. بصراحه انا بحس ان البطاريات كلها بيجي معاها طقم مسامير. بحس ان البطاريات كلها اللي في السوق نوع واحد. كل ما في الموضوع ان هما الفرق اللي مكتوب عليها، يعني كلهم نفس الشكل كده، بس الفرق اللي مطبوع عليها من بره ده مكتوب عليها ايه، الفاروق للتجارة والتوزيع. انا بحس ان هما كلهم واحد بصراحة. جبت بلاطة الشحن دي 150. دي الجندي. برضك لما تيجي تشتري بلاطة الشحن خلي بالك الفيشة دي، في بلاطة شحن اللي بتبقى الفيشة دكر وفي البلاطة بتبقى انتاية. وجبت الفيوز ده، انا اصلا كنت لاغيه. كان عندي الفيوز التاني اللي هو الازاز الطويل ده، فكان اتحرق فلغيته وقلت اجيب واحد ايه ده اسهل في التركيب، فك والتركيب وبتاع حجمه صغير.
بالنسبة للموضوع تغيير بلاطة الشحن مع كل تغيير بطارية، أنا كنت الأول بصراحة ما بعملش كده، ورغم إن في ناس كتير بيقول لك لما تيجي تغير بطارية لازم تغير معاها بلاطة الشحن، بس أنا كنت بكبر دماغي لغاية ما اتلسعت مرتين ورا بعض بسبب البلاطة. يعني يعني حصل مرة إن أنا ما غيرتش البلاطة، يا دوب قعدت البطارية بالظبط أسبوعين تقريبا ولقيتها اتنفخت وضربت. طبعا لما رحت الراجل قال لي لا انت ضربت بسبب البلاطه، فمش هينفع يغيرها لي. يعني هي البلاطه بيبقى عليها ضمان، سوري، البطاريه بيبقى عليها ضمان، بس انت تحط لها الشحن زياده وتقول له رجعها لي، فما رضاش يرجعها. واتلسعت مره تانية بردك بعد فتره، غيرت البطاريه وحطيت البلاطه القديمه زي ما هي، ولقيت البطاريه بردك ضربت، نفخت وضربت. فانا بريح نفسي 150 جنيه بدل ما اتغرم في 600 جنيه تانيين ولا 500 جنيه تانيين، حرام يعني. بس فانا اتعودت من ساعه المرتين اللي اتلسعت فيهم دول ان انا اي مره بغير البطاريه بغير معاها بلاطه الشحن. بصراحه جربت حاجات كتير قوي، عشان بس الناس هتسالني انت عملت ايه في موضوع البطاريه وليه على طول بتغير، ريحت دماغك غيرتها. انا كل مره كانت البطاريه عندي تبوظ كنت اعمل ايه، اجرب اشحنها، اغير مش عارف البلاطه الاول، مش جربت حاجات كتير وكلها بترسي في الاخر ان انت بتغير البطاريه. طالما البطاريه عدى عليها سنه ونص سنتين وقفت معاك كده يبقى كده خلاص هي شيعت. ما تحاول ما تتعبش نفسك بقى، ولا تزود ميه ولا الكلام ده كله، غير البطاريه وريح نفسك. المهم يلا بينا نروحوا ايه، نفكوا البلاطه دي تبقى تحت التانك، هوريكم مكانها فين نغيرها، وبرضك هناخدوا معانا شويه حاجات كده نظبطوا الدنيا. يلا بينا. بس ده كابل الشاحن الموجب وده الكابل الطرف السالب بوصلهم على البطاريه، ودي البلاطه اهي نجيبها لك من الناحيه التانيه. دي بلاطه الشحن، هنحتاجوا نفكوا التانك عشان نعملوها. ده الفيوز الجديد اسمه فيوز شوكة. انا بصراحه بحس ان ده اسهل في الفك والتركيب من الازاز بيبقى بيعاكس شويه جوه العلبه اللي بتحط فيها. نغطي كل الاسلاك طبعا بشكرتون، خصوصا الاطراف الموجب عشان هو اصلا الجسم المكنه كله طرف سالب او ارضي، اما الاطراف التانية اللي هي الطرف الموجب هو اللي غلط انه يلمس اي حاجه يعمل قفله او يبوظ الدنيا. طبعا برضك هنغطي الاطراف البطاريه بالشحم عشان ما تملحش زي المره اللي فاتت فيعزلها او ان هي تصدي يعني. فطبعا الشحم ده عازل كويس عشان ما يحصلش موضوع التمليح بتاع المره اللي فاتت. ونغطي الطرف الموجب، هنشحمه برضك ايه الطرف السالب بتاع البطاريه برضك. فكيت التانك عشان اعرف اوصل لبلاطه الشحن. دي بلاطه الشحن القديمه متثبته بمسمارين 10 في الشاسيه. ركبت البلاطه الجديده، طبعا لازم تريح الاسلاك كلها وتبيتها تحت التانك عشان ما تتقطعش. طبعا عزلت الفيشه بالشكرتون. بس بقى هقفل التانك والجناب ويلا بينا نطلعوا نجرب. ايه يا شباب، مفيش الله ينور ولا ايه؟ انا احب بقى بعد اي صيانه اطلع اشتغل كده، اعمل لي رحلتين ثلاثه كده، الواحد يزفر المكنه يجرب الشغل ويشوف الدنيا فيها ايه، يمكن نعوضه ال 550 جنيه اللي صرفناهم. يلا سلام.